5 أعمال تهدى إلى الإمام صاحب الزمان عليه السلام في يوم ولادته المصادف يوم الجمعة القادم بإذن الله. نبارك لكم هذه الولادة الميمونة، ولادة منقذ البشرية، وهي أعمال بمثابة التهنئة والهدية إلى الإمام الحجة عليه السلام. ومن يهدي إلى الإمام عليه السلام مثقال ذرة من أعمال الخير يجازيك بالكثير ويدعو لك عند الله عز وجل. فأول هذه الأعمال هو التصدق بالنيابة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ولو بالشيء القليل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيها الأخوة قراءة زيارة عاشوراء بالنيابة عن الإمام عليه السلام. والعمل الثالث قراءة دعاء الندبة. والعمل الرابع أيها الأخوة الإكثار من قراءة دعاء الفرج للإمام صاحب الزمان عليه السلام. لذلك يقول الإمام عجل الله فرجه الشريف اكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. والعمل الخامس والأخير أن تصلي على محمد وآل محمد 100 مرة وتهدي ثواب الصلاة على محمد وآل محمد إلى الإمام سلام الله عليه. فهذه أهم الأعمال المهمة جدا في يوم ولادته سلام الله عليه، فلا تقصروا منها. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. فشارك هذا المنشور مع أخوانك وأصدقائك لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.